سنة 1452 اتولد ابن غير شرعي لساري في إيطاليا. الطفل ده كبر من غير ما يعرف أمه كويس، كبر من غير ما يكون عنده حق التعليم زي أبناء النبلاء، كبر في بيت جده في الريف وسط الشجر والطيور والطبيعة، لكن فضوله كان أكبر من الواقع اللي هو اتحط فيه. من صغره كان بيشوف العصافير الميتة ويجي يفتحها عشان يشوف جواها إيه، يبص في المية كده ويسأل هي ليه بتتحرك كده؟ كان بيرسم كل حاجة يشوفها، وشوش بشر، ورق شجر، طيور. لما الولد ده بقى عنده 14 سنة أبوه ابتدى يبص على الرسومات ويقول والله الواد ده فنان، وبحكم انه كان غني من اثرياء ايطاليا فبعته يشتغل مع اشهر فنان في ايطاليا وهو فيروكيو. في الورشه دي ابتدى بقى يتعلم الرسم، بس الرسم ما كانش بيكفيه. كان بيسمع المزيكا ويحاول يفهم هي ليه النغمات دي بتطربني. كان يشوف الطيور طايره في السماء ويقول طب ازاي الجناح ده بيطير كائن زي ده. كان يشوف النهر وهو بيرسمه ويقعد يفكر طب ايه طبيعه حركه الميه. وفي الفتره دي بدا يعمل حاجه ما حدش كان بيعملها في الوقت ده، وهو انه يدون كل افكاره في الدفتر بتاعه. الدفاتر دي اكتشفناها بعدين واتنشرت رسميا باسم كودكس مش عارف ايه. ما كانش في حاجه في العلم ولا في الفن ولا في الهندسه الا وكتب فيها. واحد يقول لي طب يا حسين الدفاتر دي طب فيها ايه، ما نفتح ونشوف. اول حاجه رسومات التشريح البشري. كان لما يجي يرسم انسان كان يقول انا مش هقدر ارسم الانسان ده غير لما اعرف الانسان نفسه بيتكون من ايه. فراح اتصرف وقعد يتسلل على المستشفيات وعرف يقنعهم انه ياخد الجثث ويبتدي يشرحها ويحلل فيها. وبحكم ان الكنيسه كانت شايفه ان تشريح الجثث حرام كان بياخد الجثث في بيته وبالليل وعلى نور الشموع ويبتدي يحلل فيها. وتاني حاجه عملها ان برغم ان ما كانش فيه طيارات في الزمن ده فهو رسم تصاميم لجلايدر عنده جناحات وبتطير، رسم مروحيه بدائيه، رسم مظله هبوط. وفعلا الناس خدت النماذج دي في القرن العشرين وابتدوا يعملوها اختراعات حقيقيه. يعني كان قبل ما نخترع الطياره ب 400 سنه كان هو باني نماذج ليها. شوقتنا مين الراجل ده؟ احب اقول لك ان الراجل ده هو ليوناردو دافنشي راسم الموناليزا.